اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده بقى هعمل ايه عند امي؟ الفطير الفلاحي. هي بصراحه بقى لها ايه يومين قالت لي انا عايزه اعمل تعمل لي فطير. قلت لها من عينيا حاضر. خلصت اللي ورايا ورحت على ما نزلت من فوق حطيت الفراخ بتاعتي ونزلت عندها في البيت بعمل الفطير ده عندها في البيت. لقيتها بقى جايبه لي الدقيق وكده. قلت لها نقعد بقى نعجنه. تمام. جابت لي بقى دول 3 كيلو دقيق. هنعجنهم. بنحط معاهم سكر وملح ببوشهم في قلب الميه. والميه تكون دافيه. هنسوي النهارده بقى طبعا الفرن بتاع الغاز بتاعي. حطها عند امي. قبل كده عملته معاكم وسويته في فرن بوتاجاز. تسويه البوتاجاز برضه بتبقى حلوه قوي، بتبقى جميله. بس بيكون عايز درجه الحراره تكون عاليه من تحت ومن فوق. اما النهارده بقى بما ان بقى الفرن الغاز عند امي. فهسويه في فرن البوتاجاز الغاز اللي هو بتاع الخبيث. تمام. هو الفطير سهل خالص، ما بياخدش اي جهد ولا اي حاجه. الا هو بس ياخد مجهود شويه في العجن. فاهمني؟ اما في الفرد بتاعه التسويه ما بياخدش وقت خالص. بيبقى عايز عجن جامد بقى. المهم قالت لي امي قالت لي العجين بيبقى عايز نطلع كل صحتنا وعافيتنا كلها في العجين. عجن بقى بضمير. بنحط طبعا الميه شويه بشويه لحد ما العجينه بتلم كده، ونقعد بقى نعجن فيه شويه حلوين كده. 10 دقايق ربع ساعه لحد ما العجينه تنعم كده وتبقى حلو. اهم حاجه يتعجن حلو. لما الفطير بيتعجن حلو بتعرفي تفرديه. وبيديكي نتيجه حلوه قوي، بيرقيق كده ورقات كده من قلبه بيبقى حلو. فالعيال بقى كل شويه عاملين كل شويه عايزين يجي ياخدوا من حته عجين كده، فالمهم وردوهم يعني وديهم. قعدت بصراحه عجنوا يجي ربع ساعه. عجن يعني بضمير. لحد ما العجينه بتلم كده وتبقى ناعمه معايا وتبقى وتبقى حلو. دول 3 كيلو حطيت عليهم حوالي نص كوبايه سكر ومعلقه ملح. ومعلقه ملح وكيس البيكنج باودر كله. انا بصراحه ما كنت عاملاه معاكم في الشقه عندي كنت حاطه نص الكيس، وما قلت لا احط الكيس كله. فحطيته. والتلاتة كيلو بقى دول هقطعهم 5 فطاير. هقطعهم 5 فطاير. لو انت عايزه مثلا تعملهم 4 براحتك. عايزه تعملهم 6 على حسب برضو مقاس الصواني. لو عايزه مثلا تعملهم 6 بتبقى مثلا الفطيره نص كيلو. براحتك. وعندنا بقى الفطير الفلاحي اللي احنا بنعمله في الفلاحين. بيعملوا مثلا بيبقى عايزينه كبير وتخين. مش سمكه بيبقى رقيق كده زي مثلا بيجيبوا في الفرن من بره. بيبقى عايزينه تخين، بيبقى اسمه ملعبط اصلا، يعني هيقولوا عليه فطير مشلتت او ملعبط. فهم بتحبوا يعني ما يكونش رقيق. يكون الفطيره مليانه كده وحلو. فالتلاتة كيلو عملتهم 5، فكان يعني حجمهم حلو يعني وكان ممتاز بقى. اقوم بقى طبعا مظبطاه. قطعتهم بقى 5 فطاير كده. واغطيهم يرتاحوا ربع ساعه او نص ساعه. اقوم بقى مظبطاه في بقى جايبه اللبن بقالها يومين. الحليب مروباه. عشان ناخد القشطه بتاعته. تمام. عشان ناخد القشطه بتاعته نحطها على السمنه والزبده وكده. فانا قلت لها بقى يما الزيت اللي هو معايا ده مش هيكفي. قالت لي في كمان زيت لو انت عايزاه يعني بفتحيها وكده وخدي منه. فجابت بقى سمنه نباتي وحته سمنه بلدي. والقشطه اللي انتوا شفتوها ديت بنشيلها من على وش اللبن. اللبن اللي هو الرايب. بنجيب اللبن الحليب عادي بنروبه يومين او حاجه لحد ما بيروب وبنشيل الوش بتاعه. وكمان ده الوش مش بتاع ال2 كيلو لبن، يعني هي كانت واخده منه واخده منه حته يعني قبل ما اخد منه الحته اللي خدتها دي. يعني ال2 كيلو لبن بيشيلوا وش بيجيبوا وش حلو يعني. اللي هي القشطه. واللبن الرايب بقى طبعا احنا لو اشترينا قشطه من بره لوحدها كده بتبقى غاليه. فاحنا بنجيب اللبن الربع عندنا. بناخد القشطه بتاعته. نعملها بقى سمنه، نعمل قشطه مثلا ندخلها في معجنات وحاجات كده او نفطر بها. واللبن الرايب برضو بنعمله مثلا جبنه. وبنعمل مثلا به عيش باللبن الرايب. اما لو اشترينا قشطه من بره كده بتبقى طبعا سعرها غالي. وبنفرد بقى بالراحه كده. شايفين بيمط معايا ازاي وجميل، ولو حته اتقطعت مش مشكله عادي. فما بقى مظبطه بالخليط اللي هي عاملاه ده. قالت لي انا عايزه اعمل اكل فطير زي اللي كنا بنعمله زمان. بالقشطه بقى والسمنه البلدي والسمنه النباتي وزيت وكده، يعني يكون الفطير واخده حقها في السمنه والحاجات ديت يعني. فعادي يعني لو حته اتقطعت ولا كده 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 ده كله بيتلم على بعضه. ما بيجراش حاجه يعني. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي ومش مشتركه تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو. ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. تكتبوا لي بقى تعليقات حلوه اللي اللي متعوده منكم على طول كده تكتبوها لي. وبتفرحوني بقى، ربنا يكبر بخاطركم ويفرح قلبكم يا رب.
بنحط بقى سمنه بقى كده حبه حلوين كده عليها من جميع الاطراف، وبنتني طرف كبير برضو زي ما انتم شايفين كده، وبنعملها. مسكة العجين اصلا كده والخبيز في البيت بتبقى حاجه حلوه قوي، والعيال بقى بتبقى فرحانه وكده، وبتلاقي كل اللي في البيت فرحانين. الفطير بقى بيتعمل بقى ايه، بناكل جنب منه مثلا حته قشطه، تبقى حاجه خطيره. حته جبنه قديمه اللي هي الجبنه الحادقه اللي بنعملها في الزلعه، او عسل اسمر، حاجه بجد يعني بجد ممتازه. احسن بقى والله العظيم من الفراخ واللحمه والكلام ده، فطير فلاحي. يعني مفيش اكله تبقى احسن منه بصراحه. وعاملينه بقى يعني ايه يعني مظبطه، كل ما اقول لك فيها كده مثلا سمنه او كده مش هحط، انت تقول لا حطي. هتعملي حاجه فده ايه، تعمل حاجه تكون حلوه انا واخده حقها. قلت لها وحاضر زي ما كانت بتقول لي كنت ايه بعمل. وبتجيب بقى طبق كده، هي بتحب تحط ايه في كل واحده كده في طبق عشان ده انا ايه واقفه فيها. وبنسيبه برضه يرتاح، اهم حاجه انه يرتاح. وبنلمها برضه عادي كده، وبعدين ايه نروح موقفينها ايه في قلب الطبق. طبعا حاطه الصينيه ديت حطها على ترابيزه من بتاع اللي هي المكتب، بس صغيره شويه مش كبيره. والصينيه دي طبعا قبل ما اعمل ايه بفرد عليها الفطير، وكنت غسلاها ايه وسايباها تنشف ونضيفها يعني. شايفين جماله وحلاوته، بيبقى حلو كده ايه من العجن. ونوعيه برضو الدقيق تكون حلوه. انا عامله بدقيق ماركه الاهرامات. ماركه الاهرامات دي بصراحه حلوه قوي، بس بنستخدمها في كل حاجه، بنعمل بها عيش، الفطير، قرص، في اي حاجه يعني ايه. بنجيب الشكاره كده بايه، بناخد منها تبقى حلوه قوي، نوعها دقيق يعني الدقيق بتاعها حلو. بنفرده بقى حلو، اهم حاجه يكون رقيق وفردينه حلو. وبعدين ايه بنتني الاطراف بقى ايه كده ايه طرف على طرف كده، وبعدين ايه نلمه سهله خلاص ما فيش فيه اي حاجه. مش عايزه مثلا ما عندكيش قشطه وعايزه تعمليه بسمنه وزيت، براحتك. عايزه تعمليه بسمنه وزبده، ماشي. يعني ايه الموجود عندك. بس احنا عندنا في الفلاحين لازم نعمل، عايزين نعمل فطير يبقى لازم يكون في قشطه. يعني ايه تعود بقى. بس بجد بيبقى حلو قوي، طعمه وريحته بجد فظيعه، حلوه قوي في منتهى الجمال. وبنتني بقى ونسويه، وبنعمل ايه كل التانيات دي بقى تبقى ايه رقات في قلب في قلب الفطيره. وبنحط برضو على الطرف من تحت برضو كده ايه من الخليط اللي احنا عاملينه ده. وبعدين ايه بنلمها ايه لمه عاديه خالص. انا كنت عاملاه عندي، عملته معاكم، كنت عاملاه عندي في الشقه. كنت عاملاه على صينيه سلسين بتاع الاكل، دي كانت صغيره عندي شويه. اما دي بما ان الصلاه عندهم ما شاء الله كبيره مش زي الصلاه عندي صغيره قوي. فكنت حاطه الصينيه الصغيره. ما كانش برضه مدياني ايه مساحه او براح ان انا ايه افرده فيها. يعني كنت فرداه حلو بس يعني ايه ما كانش ايه واخد راحتي فيها قوي زي كده، زي الصينيه الكبيره بقى، والصلاه ما شاء الله ايه واسعه. خلصنا بقى الخمسه كلهم فردناهم زي ما شفتوا كده. دي شايفين الفطيره ديت ما ارتاحتش. شوف عشان ما ارتاحتش ما اتفرقش معايا ازاي. كنت بحسبها دي اول واحده عملناها، امي قالت لي لا دي ايه مش الاولانيه. فقالت لي ديت اللي كانت معموله الاول، فالمهم جبتها فردتها على طول. واخر حاجه نزلتها ايه اللي كانت في الحله، نزلتها على وش الفطيره كده. امي بقى عندها حته قشطه تاني في طبق كده هتجيبها، نعمل بهم برضو نحطها على وش الايه الاربع فطاير اللي هما التانيين. قلت لها بصي اللي انت عاوزاه هاتيه وانا اعملهولك. ونحطه يعني عليه وكده. مولعين بقى الفرن كده من تحت زي ما انتم شايفين كده، ما تكونش عالي قوي من تحت بس يكون عالي من، ما يكونش عالي من فوق، تكون عالي من تحت. ولما بيتحمر من أو من على الوش ويتحمر قوي، ويكون لسه مثلا من تحت ايه ديت القشطه اهي، ويكون من تحت لسه محمر ما استواش، بنغطيه بصينيه تكون فاضيه. فاهميني بنغطيه بصينيه، يعني هو مثلا احمر اهو، واجي ارفعه من تحت ليه ما استواش لسه. ونحط صينيه فاضيه عليها من على الوش كده عشان ما يحمرش زياده عن اللزوم، على ما اللي تحت ايه يستوي، على ما الارضيه بتاعته تستوي. دول الاتنين اللي طلعتهم الاول شايفين من تحت مستوي وزي الفل. وبعرف ازاي مثلا استوى من تحت ولا لا، برفعه ايه بمصفى كده من تحت. آه مش بمصفى، مش عارفه اسمها ايه البتاع دي. برفعه من تحت كده عشان اشوف، ناسي والله اسمها. المقصوصه. برفعه من تحت كده زي ما شفتوا معايا، واشوف مثلا احمرت من تحت او لا. ديت خدت لون شويه كده من على الوش عشان ما كنتش حاطه على الايه الصينيه.
شايفين شكله بقى وجماله، ولا طعمه وريحته يا نهار ابيض زي الفل. طعمه تحفة، وبجد كفاية بس فرحة امي كده بالفطير. دي حاجة كلها بالدنيا كلها، وربنا يديها الصحة يا رب، يا واللي زيها وكل امهات جميعا. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتضغطي على زر الجرس، دي بقى اللي خدتها في الشقة عندي. تنسيش بقى اللايك واشتراك في القناة، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.